النهارده ضيفي شخص عاش تفاصيل اخطر ملفات الجريمه اللي عاصرها الشارع المصري. شاف بعينه ازاي الجريمه نفسها اتغيرت، وازاي التكنولوجيا بقت سلاح ممكن يهد بلد او يدمر بيت. ضيفنا من الشخصيات اللي لما بتتكلم عن قضيه بتحس انك قدام مشهد كامل للواقع. النهارده هنتكلم عن عالم بقى مرعب، عالم الجرائم الإلكترونية، وحروب ما بقتش بس بالسلاح ولكن بالمعلومة والصورة والفكرة. وازاي السوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية ممكن تتحول من وسيلة ترفيه لسلاح نفسي وفكري. ضيفي هو اللواء أشرف عبد العزيز، الخبير الأمني والاستراتيجي والحاصل على وسام الجمهورية من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. منورنا يا سيادة اللواء. اهلا استاذه انجي. ازاي حضرتك؟ الحمد لله، شرف ليا وجودي مع حضرتك. احنا متحمسين جدا للحلقه النهارده بصراحه، لان هي بتمس كل البيوت المصريه والشعوب عامه. تمام. عايزه ابتدي مع حضرتك، ازاي شايف شكل الجريمه اتغير بعد ما التكنولوجيا بقت حاجه اساسيه في كل بيت؟ طيب نتكلم. زمان كان عندنا الجرائم التقليديه، سواء قتل، سرقه، نصب، كلها جرائم كانت بتتم. المجرم بيقوم بالعمليه بنفسه، ولازم تواجده في مكان الجريمه عشان يقدر. بالظبط. يعني الحرامي بيسرق بنفسه، النصاب لازم يقابل ضحيته بنفسه. لا، الموضوع هنا اختلف مع دخول التكنولوجيا الحديثه. بقى ورا شاشه. وممكن من بلد تانية تماما. وبلد تانية تماما بالظبط. طيب ايه الجرائم بقى الالكترونيه بقى اللي دخلت علينا؟ اولا الابتزاز الالكتروني، جرائم الشركات الوهميه او الاستثمار الالكتروني، جرائم الترند اللي هي بنشوفها دلوقتي، جرائم المشاهدات، ناس بتبحث عن المشاهدات، جرائم النصب الالكتروني، ده غير الابتزاز. طيب ازاي كل جريمه بتتم عشان دي تهم الشارع المصري شويه؟ اول حاجه النصاب من قديم الازل، حتى النصاب اللي هو التقليدي من ايام المستريح في اسوان اللي هو احمد ابراهيم. أيوة. كان بيستغل ايه او كان بيشتغل ازاي النصاب ده؟ بيستغل حاجتين. اولا بناء الثقه، ثم استغلال حاجتين: الطمع والخوف من ضياع الفرصه. صح. هو ده النصاب. طيب النصاب الالكتروني بقى بنفس الطريقه برضه، نفس الاهداف. نفس الاهداف. اول حاجه نجيب عمليه النصب الالكتروني. انت هيجي لك رساله، الرساله هتكون من رقم، يقول لك مثلا ده انستا باي او رقم فودافون كاش او رقم اي شركه كاش. هنا دي اسمها بناء الثقه، ان جاي لك من رقم موثوق فيه. تمام. هيستغل الطمع بعد كده. ايه هو الطمع؟ بس ازاي موثوق فيه؟ يعني رقم عندي على التليفون بتاعي كأن حد من اصدقائي مثلا او من اهلي باعت لي، ولا من شركه موثوق فيها قصدك؟ لا حضرتك، انا هتصل بيك دلوقتي، انا بدخل على برنامج سعره حوالي $5 في الشهر. اوكي. بقول له ان انا هتصل باستاذه انجي دلوقتي، ده رقمي اهوت، خلي يظهر عندها اسم كذا. شركه اتصالات او بنك مثلا؟ شركه اتصالات او بنك. ماشي. او اي منصه اللي هي لتحويل الاموال. بالظبط. يبقى هنا مرحله بناء الثقه. بعد بناء الثقه انا بطمعك. انت كسبت، كسبت فلوس، كسبت نقط، كسبت اي حاجه. بعدها خلاص انا مرحله بناء الثقه. بعد كده تبدا مرحله ان انا اخد منك فلوسك، وبعدها الاختفاء. هم دول الثلاث مراحل بتوع النصب الالكتروني. وفي كمان بتهيألي ناس بتستغل البنوك في انها تكلم الناس وتقول لهم ان هم بيجددوا بيقوموا بتجديد بيانات لحساباتهم وياخدوا كل تفاصيل الحساب. طيب. ويلاقي فجأة حسابه طب الموضوع ده اتطور، يعني احنا بداية الموضوع اتطور. الاول كان بيجي لك رقم، بعد كده يطلب منك تحديث بيانات، يطلب منك ان انت كسبت نقط، يطلب منك الدخول على الحساب، يطلب منك ارقام. دلوقتي الناس زاد وعيها. لو حد طلب مثلا رقم حساب في تليفون، اعتقد ان وعي الشعب المصري ما عادش هيدي له رقم حساب. يعني اكيد في يعني ناس لا يعني بنسبه 80% ما حدش هيدي له رقم حساب. تمام. بس في نسبه 20% هيتنصب عليهم. صح. تمام. بيلعب على غريزه الطمع عنده وغريزه الخوف من ضياع الفرصه. طيب اتطور الموضوع ده وبقى يحصل دلوقتي، ودي فرصه ان احنا نحذر الناس منها.
هيجي لك دلوقتي رقم انت وصل لك دلوقتي مبلغ على انستا باي نقط، لان انت بتستخدم مثلا البرنامج ده كتير، او بتستخدم ده في فودافون نصب كاش، كتير قوي او على انستا بتستخدم باي البرنامج فعلا. هو مطلوب منك تحديث صح. الحساب. دلوقتي انت بتدخل بيجي لك حاجه اسمها رساله فلاش. رساله الفلاش ديت بتدخل زي فيروس، بتبدا انت تدخل على الحساب، هيطلب منك التحديث. هتلاقي التليفون هيبدا الشاشه تسود وتفتح، تقفل وتفتح معاك كذا مره. انت هتدخل الارقام السريه بتاعتك، وفي لحظه اتسرق حسابك بالكامل. رساله فلاش اللي هي بتبقى فلاش لينك يدوس عليه، صح؟ بالظبط، صح كده؟ بالظبط. ده الجديد بتاعنا. كان زمان بيدخلك على لينك. دلوقتي الناس اعتقد زاد وعيها، او اتمنى ذلك يعني، الناس زاد وعيها. مفيش حاجه اسمها لينك بتضغط عليه. لينك بتضغط عليه ده معناه كارثه. ايوه. سرقه بياناتك، سرقه حسابك، اختراق تليفونك، دخلت في دايره التجسس. نقول للناس تاني يعني مفيش تطبيقات مجانيه. بالظبط، انا معاك. اي تطبيق مجاني فسيادتك هو الثمن. يعني نضرب مثلا اكتر برنامج او اكتر تطبيق مجاني وانتشارا اللي هو عدد رواده 90 مليون مثلا، مسلم برو. 90 مليون المستخدمين. مسلم برو. مسلم برو ده بيستخدم لايه؟ ان انا بيعرف المستخدم اتجاه القبله في اتجاه اي مكان. القبله، مواعيد الصلاه، اصل انا منزلاه عندي، فماله بقى مسلم برو. بالظبط كده. طيب تطبيق مسلم برو تم بيعه للبنتاجون في امريكا لتحديد اماكن تجمعات المسلمين حول العالم. فعلا فعلا، دي معلومه جديده. طيب اي تطبيق مجاني مثلا، التطبيق مثلا اللي بيشوفك مثلا بفورمه معينه، او بيغير شكل، يشوف شكلك وانت كبير، شكلك وانت صغير، صح. شكلك وانت سوبرمان، والكلام ده كله. التطبيقات دي مش مجانيه. التطبيقات دي بتستغل لتدريب نماذج الذكاء الصناعي على الوجوه. فيس ريكوجنيشن. بالظبط. ان اعدادات يعني اعدادات المصنع، او اللي هي الفاكتوري سيتنجز، بتنزل التليفونات اوريدي فاتحه كل الحاجات دي. يعني انا لما درست مثلا الديجيتال ماركتنج على ايد الناس اللي عامله المنصات دي، دخلت قفلت كل حاجه على التليفون نازله باعدادات المصنع او بالفاكتوري سيتنجز. قفلت كل حاجه. يعني دلوقتي عشان يفتح لي المايك في اب لازم ياخد موافقتي، عشان يخش على صوري لازم ياخد موافقتي. بتبقى الموضوع فيه ستيب اطول، بس الناس اصلا ما عندهاش الوعي ده، ان هي لازم تخش على السيتنجز بتاعه الموبايل او اعدادات الموبايل وتقعد هي تقفل الكلام ده، عشان غير كده هو فعلا اي اب هتنزله على الموبايل هيبقى ليه اكسس اوتوماتيك من الموبايل وانت مش فاهم، يخش بيه على صورك، يخش بيه على زي ما انت بتقول اللوكيشن بتاعك، يخش بيه يبقى ليه اكسس للمايك بتاعك. فدي برضو فرصه ان احنا نوعي الناس. يا جماعه لو سمحتوا لما تشتروا اي تليفون جديد ما تعتمدوش على الفاكتوري سيتنجز او اعدادات المصنع، وخشوا راجعوه وقفلوا كل حاجه وخلوا كل حاجه ليها اكسس، او انتوا تدوا الموافقه او الابروفل ان هي تستعمل المايك او صورك او اللوكيشن بتاعك او اي حاجه، وان هي كل مره لازم تاخد منك الموافقه دي. فدي فرصه الناس تفهمها، لان مش كل الناس عارفه حاجه زي دي خالص. لان المواطن ممكن تلاقي نفسك في لحظه ضحيه لجريمه ابتزاز او جريمه تشهير. صورك دلوقتي ممكن تتاخد، صح، تتعمل بالديب فيك، تتعمل فيديو اباحي، ممكن تتعمل صوت كمان، وبيكون تقريبا بدقه رهيبه مطابقه للواقع، وهيقول لك بقى يا تدفع يا ننشر. وبعدين انت سايب حضرتك صورك كلها، فخلاص انا عملت دقه متناهيه. وبعد كده عندك اصحابك، يقول لك اصحابك فلان وفلان وفلان هبعت لهم. بالظبط. تدفع كده ولا ما هو خلاص دخل على الفون بوك بتاعك كمان والواتساب بتاعك. طيب ما حضرتك اللي فتحت الباب، حضرتك اللي سمحت لكده. بالظبط. ندخل بقى يعني بعد جرائم الابتزاز وجرائم التشهير، ادخل بقى على جرائم النصب الالكتروني بقى. وما ادراك يعني نقول مثلا في مصر مثلا في منصه اسمها منصه FBC. دي جمعت نص مليار من الشعب المصري. FBC دي منصه لايه؟ دي منصه عملت باقات. اوكي. عملت باقات. انت حضرتك هتدخل بباقه. انت هتدخل مثلا ب50,000 جنيه. حضرتك كل شهر هتاخد 10,000 جنيه. طب انت حضرتك بتاخد الفلوس دي منين؟ ما هي من راس المال اللي انت حاطه. وبعد كده
بعد كده انت لو جبت واحد بتاخد ربحيه اكتر، والواحد اللي تحتك جاب واحد بتاخد ربحيه اكتر، اللي هي بتتسمى طريقه بونزي. أيوة. عالميا طريقه أيوة. بونزي. أيوة. واحد يجيب واحد وواحد يجيب واحد وواحد يجيب واحد. أيوة. وتبدا عمليه المنصه. ايه المطلوب منك في المنصه دي؟ ما كانت موجوده والحمد لله تم ضبط القائمين عليها. دي كانت مصريه كانت ولا عالميه؟ لا، كانت عالميه مع مصريين. وكان ده ايه يعني؟ ان هو بيبيع للناس نوع من انواع الاستثمارات يعني؟ نوع من انواع، انت بتستثمر عندهم. انت بتشتري باقه مثلا ب 50,000 جنيه وهتاخد 10,000 جنيه كل شهر. أوكي. ولو جبت ناس اكتر هتاخد ارباح اكتر. كل المطلوب منك ان انت هتتفرج على فيديوهات معينه وتعمل كومنتات على بوستات معينه. ده موجود فعلا. وبتاخد الارباح مقابل كده. نعم. هل صح. في عقل يصدق الكلام ده؟ ده بقى في شغلانات كمان هي معتمده على كده. ايوه، يبعت لك حضرتك ايميلات يقول لك بس هو انت لو عملت كومنت، لو عملت مش عارف ايه هتاخد طب فلوس. هو استغل ايه؟ استغل الطمع، صح، واستغل الفرصه، واستغل الثقه. اولا بنى الثقه، استغل طمع الضحيه في الارباح الكتير، وبعد كده يبدا بقى يطلب فلوسه. انت الارباح كانت بيجي لك منين؟ من الفلوس اللي انت بتدفعها، او اللي انت جايبه الفلوس اللي بيدفعها. طيب بعد كده حبيت تسترد فلوسك، بيعمل ايه؟ طيب هتدفع لنا رسوم 5000 جنيه عشان تبدا تسترد. بعد كده السيستم وقع، بعد كده اختفى. ده زي وقت الفوركس كده، لما قفلوا كل شركات الفوركس الناس كانت بتدخل فلوسها تستثمر فيها بالدولار ويجي لهم عائد بالدولار، وفجاه الدوله راحت قافله يعني كل الشركات. المفاجاه ان المنصات دي حصلت 3 مرات في مصر، و3 مرات الضحايا بالالاف. بالالاف فعلا. بالالاف، ناس خدت قروض، ناس باعت ذهبها، ناس وشركات من زمان باعت يعني ارضها عشان تدخل صح. المنصات ديت. يعني انا بقول لحضرتك 3 مرات. اول مره ما اتعلمناش، تاني مره ما اتعلمناش، تالت مره ما اتعلمناش. هل احنا مثلا كمصريين اغبياء للدرجه دي؟ لا، انا بقول لك في حاجات عالميه حصلت برضه، حاجات مشابهه يعني. يعني نقول الحسناء البلغاريه اللي هي اتسمت ملكه الوان كوين، روجا اكتنوفا. دي برضو عملت حاجه زي البيتكوين. لما لقت الارباح عاليه جدا في البيتكوين، عملت عمله بقى باسمها، اسمها الوان كوين. انت حضرتك مثلا بتشتري وان كوين ب 1000 جنيه، تلاقي على الشاشه ال 1000 جنيه بقوا 2000، بقوا 3، بقوا 4، بقوا 10. بس ده على الشاشه بس. انما في الواقع وقت ما تيجي تاخد فلوسك مش هتاخد فلوسك. نهايه روجا اكتنوفا جمعت 6 مليار دولار واختفت، بقت واحدة من 10 مطلوبين أو أهم 10 مطلوبين على قوائم الانتربول، اللي هي بقت من أخطر المجرمين. فالنصاب في أي مكان خلاص احنا فهمنا سياسته ايه. النصاب محتاج طماع، وكمان الناس بتستسهل ان يجي لها فلوس من غير مجهود. بالظبط. ان انا احط فلوسي عندك، معرفش انت اصلا بتشغلها ازاي، ولا انت معلوماتك ايه، ولا مصدرك ايه، بس انت خلاص وعدتني ان انت هتجيب لي فلوس. كلها هو وعد بالربح السريع. بالظبط. طبعا بناء الثقه، وبناء الثقه عندهم كلهم الواجهه الاجتماعيه، المظهر طبعا. العلاقات، المظهر. طب ايه الفرق بين المجرم الالكتروني والمجرم التقليدي في الجرائم العاديه كبرسونا، كشخصيه؟ كشخصيه، المجرم الالكتروني مش ضروري يكون وسطنا. المجرم العادي ده عايش وسطنا، اللي هو بيرتكب الجريمه لازم وجوده في مكان الجريمه. بالظبط. تاثير الجريمه العاديه او الجريمه التقليديه كان تاثيرها محدود بمكان معين بزمان معين. حتى لو الجريمه مهما كان خطورتها، حتى لو جريمه قتل، الضحيه بتاعتها بيكون واحد بس. اما الجريمه الالكترونيه، سواء جريمه ابتزاز، سواء جريمه تشهير، سواء جريمه نشر اكاذيب ونشر شائعات، تاثيرها اكبر بكتير. ايوه صح. لان المتهم او الجاني فيها لا بيكون ذكي جدا. زمان كنت ببحث عن دليل الجريمه لحل او فك شفره الجريمه، او بدور على اثر، بدور على بصمه، بدور على اي دليل للجريمه. ده فعلا حاجه انما حلوه. هنا انا بقيت بدور على اي بي. على اي بي بالظبط. اي بي ادرس. خطوره الجريمه الالكترونيه اخطر بكتير قوي، وبتهيالي اصعب ان انت دلوقتي تجيب المجرم اللي ورا الجريمه، ولا انا كلامي غلط؟ يعني هل ان انا اقبض على المجرم التقليدي في جريمه كان زمان اسهل بكتير طبعا. دلوقتي المجرم الالكتروني بقى اصعب ان انا اكيد طبعا. لانه ممكن عليه. يختفي وسط خصوصا ان هو مش معروف. بالظبط. انا بتعامل مع مجهول. انا بتعامل مع اي بي. بالظبط. هل هو نفس الشخص اللي عامل فيك اكاونت
اكيد مش هو طبعا. طب هل هو عايش في مصر؟ هل هو عايش بس بره مصر؟ فهي دي مصدر الصعوبه بتاعتها هي. طيب احنا اتكلمنا على جرائم النصب الالكتروني، وهي فعلا جرائم بقت منتشره جدا، ويعني الحمد لله وعينا الناس الى حد ما عنها. في جرائم تانية برضو الكترونيه منتشره جدا وبتسبب برضو نوع من انواع الابتزاز والتعب النفسي الشديد. فعايزه ابتدي مع حضرتك مثلا بموضوع الديب فيك، تمام. او اللي هو الفيديوهات المفبركه لشخصيات بارزه او انفلونسرز او حتى شخصيات عاديه. تمام. عايزين نتكلم عنه شويه ونشرح للناس سريعا الديناميكيات بتاعته بتشتغل ازاي. طيب شرحناه قبل كده كتير بس هنتكلم عنه تاني سريعا يعني. سريعا يعني دي فيك عرف مش من النهارده ولا امبارح، لا ده عرف من سنه 2017. طيب التقنيه بتاعته يعني عشان نختصر الموضوع قوي، هو شغال على 2 موديل او نسميهم 2 جهاز. واحد بيبدا يفبرك الفيديو، ان انا احط صوره الشخص ده، انا بمده باكتر من صوره، بمده باكتر من فيديو، بمده بصوت. ببدا افبرك، اقول له انا عايز الفيديو الاباحي ده يبقى بصوره الشخصيه ديت، بيفبرك نفس الفيديو بالظبط. طيب بعد ما يفبرك نفس الفيديو بيبعته للموديل الثاني اللي هو المكتشف. يبقى عندنا واحد مزور وواحد مكتشف. المكتشف يقول له لا انت عندك غلطات كتير، غلطه هنا وغلطه هنا وغلطه هنا، ويرجعها له تاني. الموضوع ده بيتم مئات المرات في الدقيقه الواحده. واحد بيزور، واحد بيكتشف الخطأ، في النهايه بيراجع وراه يعني. بيراجع وراه. في النهايه بيطلع فيديو مشابه للواقع تماما ولا يمكن اكتشافه. محاولات اكتشافه او البرامج اللي اتعملت اللي هي بتحاول تكتشفه، لا كلها فشلت. وبالتالي ده بيخلي الموضوع صعب علينا ان احنا نقبض على الشخصيات اللي قامت بالجرائم دي. لا مفيش حاجه اسمها صعب. يعني اي واحد بيرتكب جريمه سواء جريمه ابتزاز او جريمه تشهير او كده، لا هو معرض بس ازاي هثبت ان هو احنا حضرتك لسه بتقول انا مش هعرف اثبت اصلا الفيديو ده مفبرك؟ لان مطابقته بالواقع بتكون شديده، لازم اجهزه متخصصه قوي، لازم حد يكون ذو خبره شديده جدا. برامج ديتكتيف اللي عملتها مايكروسوفت عايز اقول لك زي لعبه القط والفار. بدات تكتشف، لقينا البرنامج اصلا قائم على تطوير نفسه. فبدا يتخطاها، فبداوا هنا يطوروا وهنا يتخطوها. فالموضوع ان هم سابقينهم، اوكي. هي دي خطوره الديب فيك. هتلاقي فيديو اتعمل لك بالديب فيك عشان سيادتك بتنشري صور كتير جدا وبتنشري فيديوهات اصل في شخصيات عامه هي بتبقى محتاجه بيرسونال براندنج، فهي محتاجه انها تنشر صورها، تنشر صورها حتى في شغلها، مش لازم تبقى صور شخصيه. واحنا عايشين في عصر موضوع البيرسونال براندنج اونلاين مهم يعني. يبقى هنا لازم ندخل في مرحله تانية، مش اي حاجه بتشوفها تصدقها. زمان هو ده بقى اللي لازم نوعي الناس بيه بصراحه. زمان كان يقول لك الصوره ما بتكذبش، اما نزل الفوتوشوب قال لك لا، يعني الصور بتكذب عادي، الصور بتكذب. يبقى انا ما اعتمدش غير على الفيديوهات. دلوقتي الفيديوهات بتكذب، لا لازم افكر بعقلي. انا ما اشوف فيديو مطابق لازم افكر بعقلي. وبعدين اشهر شخصيات في العالم اتعمل لهم فيديوهات ديب فيك. بالظبط. ده الملك تشارلز اول ما مسك الحكم يعني عملوا له فيديوهات، ما نو تقول ان ده فيديو مفبرك. ايوه يعني هو بيرقص وهو يعني ملكه بريطانيا اتنشر لها بالزبط. فيديو زيلينسكي اوكرانيا اتعمل له فيديو ان هو بيعلن رؤساء يعني ريون دي سانتس، غيرهم كتير قوي. بس ده يوصلنا لحاجه مهمه جدا، نشر الاشاعات خلال الفتره الجايه. عايزه اتكلم معاك في الموضوع ده، موضوع الاشاعات والتوجيه الالكتروني. تمام. دلوقتي احنا عايشين في زمن خلاص هو الموضوع بقى كبير جدا، اي حد ممكن يطلع يتكلم على السوشيال ميديا ان كان بفيديوهات او ببوستات
ويجيب صور مفبركه. الاي اي الحمد لله مش حارمنا ان احنا نعمل صور تمام. مفبركه عادي جدا، او نجيب صوره قديمه من حته تانية من بلد تانية ونكتب عليها خبر، والخبر ينتشر ويروح ويجي يبقى خبر غير صحيح بالمره. تمام. او ان انا اضلل، او كمان السوشيال ميديا بقت بتعمل استقطاب للشباب، وبقى في نشر اشاعات غير صحيحه ان كان على مستوى عالمي او اقليمي او مستوى محلي، لتوجيه فكر الناس، الشعب والشباب في الخصوص. تمام. عايزين نتكلم عنها شويه. طيب نتكلم الاول في خطوره الاشاعه. تمام. طيب نجيب مثلا في 2013 كده اسوشيتد بريس، وكاله انباء امريكيه، AP نشرت خبر كده انفجار في البيت الابيض واصابه الرئيس الامريكي. وول ستريت او البورصه الامريكيه خسرت خلال دقائق 40 مليار. وكانت اشاعه. ما كانت اشاعه، ما حصلش حاجه زي كده. اصل AP او اسوسييت بريس دي من الحاجات ال هم very اخترقوا credible يعني. اخترقوا الحساب بتاعها وجابوا من لعبه الكترونيه صوره البيت الابيض واثناء الانفجار ده كان اختراق. واصابه الرئيس الامريكي. عايز اقول لك الانهيار في البورصه تتبعها ايه بقى؟ انهيار في معظم البورصات العالميه، افلاس شركات كتير جدا، 40 مليار خلال دقائق، ده رقم كبير جدا طبعا. طيب. كارثه اقتصاديه. طب ده اللي عمله ايه؟ مجرد اشاعه. مجرد اشاعه في صعيد مصر. إشاعة صغيرة جدا عن علاقة بين شاب وسيدة متزوجة راح ضحيتها 4 في قضية قتل، رغم إنها كانت إشاعة. دي الإشاعة زمان، الإشاعات الإلكترونية بقى. ده بيسبب ضرر للمجتمع، إن كان ضرر صحي أو اقتصادي أو التوجيه بقى، توجيه المجتمع إن هو يقوم على نظام أو إن هو يصدق حاجة فيبتدي يخاف. التوجيه ده بيحصل ازاي؟ التوجيه ده بيحصل ازاي؟ الاول الاشاعات الفتره الجايه دي لازم نحذر الناس منها. هتتم ازاي؟ مش هتتم ببوست، لا هيجيبوا شخصيه مؤثره، مثلا استاذه انجي بهران مثلا تطلع او شخص مؤثر في البلد، لعيب كوره مشهور، محمد صلاح، اي شخصيه مشهوره، واعمل له فيديو فيديو مفبرك ويطلع يتكلم عن حاجه معينه. الحاجه المعينه دي ممكن تعمل فتنه طائفيه، ممكن فتوى لراجل دين، صح. ممكن هنستغل الشخصيات المؤثره في البلد في عمل فيديوهات مفبركه. دي الهدف منها زعزعه استقرار البلد. فلازم تعرف بقى وانت بتقلب على السوشيال ميديا كده، اي خبر هيثير فضولك، هيثير غضبك، هيصير حافظتك، اعرف ان ده معمول ليك وموجه ليك. ايوه. انت حضرتك بيتم دراستك عن طريق الموبايل. كل حاجه بتدخل عليها، كل بوست انت بتدخل عليه معروف انت قريت قد ايه منه، اصدقائك شيرت لهم ولا لا، الفيديو ده اتفرجت عليه مره ولا 2 ولا 3، نوعيه الفيديوهات اللي بتحبها، نوعيه كل حاجه بتصير غضبك، بتصير فضولك، بتصير حافظتك. كل حاجه انت بيتم دراستك ومعمول لك ملف كده، والبوست صح. اللي هيروح لك غير البوست اللي هيجي لي، غير البوست اللي هيروح لواحد تاني، رغم ان المحتوى واحد. ايوه. يعني بس هيبقى personalized او بنسميها ايه، مخصص او معمول على حسب شخصيه كل واحد، على حسب شخصيته، على حسب شخصيه بالزبط. كل واحد، ومعروف شخصيه كل واحد ايه. دلوقتي بالظبط. انت حضرتك بتمسك الموبايل بتقول لا ده الموبايل بيسمعنا، الناس كلها مرعوبه من الموبايل، بيقول الموبايل بيتجسس علينا، الموبايل بيسمعنا. انا بتكلم معاك دلوقتي مثلا بقول لك نفسي اشتري حاجه، او افتح الموبايل الاقي الحاجه دي في وشي فجاه، مع ان انا مثلا ما ابتديتش ادور عليها اصلا. تمام. ايه بقى الموضوع ده؟ موضوع الكاميرا، موضوع فعلا هل المايكات بتاعت تليفوناتنا على طول مفتوحه؟ وهل احنا فعلا بيتم التجسس علينا واحنا قافلين، مثلا انا قاعده كده جنبي الموبايل من منصات السوشيال ميديا؟ طيب احنا لازم نفرق بين حاجتين. انا جالي لينك دلوقتي دخلت عليه، اللينك ده بمجرد ما دخلت عليه بقى فيه هاكر على التليفون او فيه فيروس على التليفون. دلوقتي انا بفتح الموبايل، ممكن اعمل اكسس على الكاميرا، ممكن على الميكروفون، ممكن اتجسس عليك عن طريق ان انا دخلت هاكر او دخلت
بلينك معين وحضرتك قبلت اللينك ده ودخلت عليه. دي طريقه، ده نوع تجسس. ده نوع تجسس مختلف تماما. ماشي، بس ده الطرق القديمه قوي. ايوه. طيب هل الموبايل بيسمعنا؟ ده السؤال اللي الناس كلها كلها بتسأله. بتسأله. بالظبط. انا اول امبارح اتفرجت على برنامج كان مستضيف واحده بتتكلم ازاي انا ابدا اتكلم في موضوع مع استاذه انجي، افاجئ ان الموضوع ده دلوقتي على الموبايل وظاهر لي اعلانات عليه وظاهر لي بوستات بالظبط. عليه. بالظبط. فهي كان تفسيرها ان ده نوع من انواع الجن، وده القرين، وده مش عارف ايه، وده فعلا بالظبط. انا سمعت الحلقه بالشكل ده يعني، وبقول لها يعني ارحمونا. قرينه. أوكي. يعني ارحمونا. طيب هل الموبايل بيسمعنا؟ ده السؤال اللي احنا لازم مصر كلها بتسأل السؤال ده. مصر كلها ده بتسأل. حقيقي فعلا. مصر كلها بتسأل السؤال ده. وانا هجاوب ببساطه شديده جدا. اولا الموبايل ملوش ودان. ده اول تصريح مني. الموبايل ملوش ودان، ما بيسمعكش. ليه ما بيسمعكش؟ لانه مش محتاج ان هو يسمعك، لانه يعرف معلومات عنك اكتر من ان سيادتك تعرفها عن نفسك. يعني الموبايل دلوقتي مكون لك فايل، يعني جيش من الخوارزميات شغال عليك، عارف انت بتحب ايه، بتكره ايه. دخلت النهارده حضرتك اشتريتي مثلا فستان، هتلاقيه نازل اعلانات عندك على الاكسسوارز مثلا بتاعت الفستان ديت. صح. طيب الموبايل دلوقتي كون شخصيتك بالظبط، عارف انت هتبدا تفكر في ايه. اما الموبايل بقى بيسمعك، لا، مفيش سيرفرات تستحمل كل هذا العدد. عدد مستخدمين ميتا مثلا اللي هي انستا وفيسبوك وواتساب، لا ده نص الكره الارضيه. مفيش سيرفرات تستحمل كل ده. انا الموبايل ما بيسمعكش لان هو مش محتاج، هو دارس سلوكك، هو دارس سلوكك اكتر منك. طيب ايه رايك نعمل تجربه كده للساده المشاهدين مع بعض دلوقتي؟ يلا. طيب عمرك اهتميتي مثلا برياضه البيسبول؟ لا مش قوي. ولا عمرك فكرتي فيها؟ دي رياضه امريكيه مش موجوده في مصر اساسا. بالظبط. طيب ايه رايك نمسك الموبايل دلوقتي ونقعد نقول 1000 مره بيسبول بيسبول؟ ايه رايك؟ طيب هنقعد نتكلم نقول بيسبول، ملابس البيسبول، مضارب البيسبول، كور البيسبول. المفروض دلوقتي ان انا افتح الموبايل او حضرتك تفتح الموبايل الاقي اول حاجه في وش بيسبول. بالظبط. صح. طيب انا اقول للساده المشاهدين اتفضلوا حضراتكم جربوها بنفسكم، بس بشرط ان انت ما تدورش عليها خالص. ان انت اول مره او اتكلم في اي حاجه انت مش مهتم فيها تماما. اتكلم مثلا عن الملابس بدل ما تتكلم عن فساتين او كده، اتكلم عن ملابس مثلا تزحلق على الجليد. طبعا حاجه انت مش مهتم، مش موجوده في مصر فمش مهتمين بيها، فاحنا مش مهتمين بيها. المفروض تظهر لك، لا مش هتظهر لك، وانا باكد لك انها مش هتظهر لك، وتفضل حضرتك جربها بنفسك. هل ده معناه ان احنا عقلنا اللاواعي بيقوم بسلوكيات اونلاين واحنا مش فاكرينها او مش دريانين بيها، او وقفنا فعلا زي ما حضرتك بتقول كده على بوست مثلا لثواني، فهو سجل الثواني اللي انا وقفت فيها على البوست ده، الثواني والمكان. انت لو هديتي خطوتك قدام محل معين بتتسجل، انت لو قعدتي مع حد كان واقف قدام محل ورد بتتسجل وبتتنقل لك. كل سلوك وكل اكشن انت عملته مهما كان تافه ده تم تسجيله. فالموبايل مش محتاج ان هو يسمعك لان هو عارف عنك كل حاجه، وبيستخدم سلوكك في البراوزنج او ان انت بتتكلم واللوكيشن بتاعك والكلام ده كله، علشان تالي اللوكيشن كمان من الحاجات اللي بيستعملها بالظبط. انت عارفه العقل الباطن هو ايه؟ العقل الباطن ده اللي بيسجل كل حاجه مرت على حواسك الخمسه حتى لو انت مش واخده بالك. فانت حضرتك بتندرس كويس قوي لان جيش خوارزميات شغال عليك. وبعدين انا عايز اقول لك الموضوع ده مش جديد. انا مش محتاج جيش الخوارزميات ده كله. طب انا هحكي حكايه هحكيها لاول مره. حلو. في مدينه انابوليس في ولايه مينيسوتا في امريكا في محلات مشهوره قوي اسمها محلات تارجت طبعا. ماشي. انا بروحها كتير او بشتري الهدايا منها يعني. ايوه. طيب المحلات دي اتفاجئنا او اتفاجئ يعني اب راح وهو في حاله انفعال. راح المحلات ديت وطلب يقابل الاداره. انا ازاي بنتي المراهقه اللي في سن 14 سنه يجي لها
عروض على ملابس الحوامل، على حاجات مستلزمات الحمل، على الحاجات دي كده. انتوا كده بوظتوا اخلاق البنت، وانا هيتم ملاحقتكم قضائيا. اوكي تمام. فقالوا له طب ادينا اسبوع نفحص الموضوع ده ونرد عليك. قبل ما ينتهي الاسبوع الاب اتصل بشركه تارجت واعتذر لهم، قال لهم انا اسف، انا بعتذر لكم، انا فعلا بنتي حامل. فعلا يعني هو اكتشف انها حامل وهو اللي ما يعرفش. هو اللي ما يعرفش. طيب ايه اللي حصل؟ كان السر هنا، جابوا مدير تسويق جديد اسمه اندرو بول. عمل ايه بقى اندرو بول؟ بدأ يدرس مشتريات الناس عن طريق الدفع بالفيزا. طيب البنت دي كانت بتشتري مثلا الصابون له ريحه معينه، الشاور جل له ريحه معينه، البادي سبلاش له ريحه معينه. تغير سلوكها الشرائي في فتره من الفترات وبدات تشتري مكملات غذائيه اللي بيشتريها الحوامل، اللي هي زي الزنك، زي الحديد، زي الحاجات ديت. بدات تقبل على الحاجات اللي هي بدون ريحه. اوتوماتيك البرنامج اللي هو عامله اندرو بول بدأ يصنفها ان هي بنسبة مع كل مشتريات جديدة بدأ يصنفها ان هي البروبابيلتي بتاعتها بالظبط وصلت لنسبة 80%. لا لدرجة البرنامج كمان حدد ميعاد بداية الحمل، حدد لها ميعاد الولادة، وبدأت بعد فترة الولادة هيبعت لها اعلانات عن ملابس الاطفال والعربيات بتاعة الاطفال والحاجات مستلزمات الاطفال. فما بالك احنا بنتكلم في اندرو بول، شخص واكتشف الحمل قبل الاب، الشخص ده. فما بالك بجيش خوارزميات صح امهر والاف المبرمجين في شركه ميتا مثلا. هل بالزبط. هم بقى ما يعرفوش شخصيتك؟ اذا كان من سلوكك الشرائي بس اتعرف ان البنت حامل، فما بالك جيش من المبرمجين قاعد على كل انت بتدخله. في التسويق كمان بندرس كل مشتري فتح انهي صفحه في الويب سايت، وقف عليها قد ايه، واشترى، خلص الشراء ولا لا. ولو مثلا حط حاجه في الباسكت بنرجع نبعت له اعلانات عن الحاجه اللي هو عملها او حطها في الباسكت اللي هو عايز يشتريها وما اشتراهاش، عشان نفكره يروح يشتريها. او الحاجات المشابهه ليها، او الحاجات المتعلقه بيها، ففعلا التسويق تطور جدا عشان يخلي الناس فعلا تشتري. وبنعمل فعلا زي ما حضرتك بتقول بروفايلنج للناس، بندرس سلوكياتهم اونلاين. ده حقيقي. هل كل الاعلانات مخصصه لبيع منتج؟ لا بالظبط. ده هنرجع نتكلم فيه بعد الفاصل. هنطلع فاصل ونرجع نكمل في حوارنا الشيق جدا مع سياده اللواء. ورجعنا لكم وهنكمل حوارنا الشيق جدا مع سيادة اللواء. نرجع نتكلم عن الإعلانات وتوجيهها والخوارزميات، ومش بس الإعلانات، هو عايزين نتكلم عن المحتوى في العموم، وبعد كده بما فيه جزء الإعلانات. طيب احنا بنتكلم دلوقتي، انت دخلتينا كده في حروب الجيل السادس. يعني ايه حروب بقى الجيل السادس؟ يعني ايه؟ يعني كان زمان مثلا اللي هي مزارع الانترنت في روسيا، كان عندنا في مصر اللجان الالكترونيه اللي هي بتبدا تنشر الاشاعات. بعمل الاشاعه ازاي؟ ان انا بذكر جزء صغير قوي من الحقيقه وببني عليه اكاذيب كتير جدا، ويبدا الشير ويبدا الحاجات دي كلها. ده كان في حروب الجيل الرابع. دخل بعدها حروب الجيل الخامس، دخلنا بقى في الجيل السادس، وهو الهدف اللي هو حروب بدون سلاح. الحروب بدون سلاح. يعني في الجيل الخامس اللي هو الحروب الإلكترونية، ان انا بقدر اضرب سيرفرات مستشفيات، بنوك، مصالح حكومية، الكلام ده كله اللي هو هاكر، ان انا اضرب الحاجات دي كلها واثر على الامن القومي. بقى الامن السيبراني جزء لا يتجزأ من الامن القومي لاي دولة. دخلنا بقى دلوقتي على حروب الجيل السادس اللي هو الهدف فيها مين؟ هو سيادتك. ازاي اقدر اغير في عقيدتك؟ ازاي اغير في هويتك، في انتمائك، في اصولك؟ اي حاجة انت مؤمن بيها هتبدأ نغيرها لك. بالظبط. انتماءاتك،
يعني ايه دين، يعني ايه صح، يعني ايه غلط، يعني ايه الهويه المصريه، يعني ايه اللغه المصريه. طيب هل الكلام ده يعني ما بتتكلمش عربي دلوقتي؟ هل الكلام ده كله اتغير دلوقتي؟ عايز اقول لك ان في ناس دلوقتي اللي بيقولوا عليهم من ايجيبت بيتكلموا في لغه غريبه كده ما انزل الله بها من سلطان، انت مش عارفه اللغه دي عربي ولا انجليزي ولا فرنساوي ولا ايه. أيوة. دي اللغه الغريبه بتاعتهم. الفرق بين الذكوره والانوثه كارثه. كارثه يعني. كارثة. الراجل والست اختلط، هي دي ضرب الهويه. بالظبط. فالهدف دلوقتي ان انا اضعف الشعب او افككه عن طريق اغلى حاجه فيه واهم حاجه فيه هو المواطن. فدلوقتي مفيش فرق بين راجل وست، مفيش حاجه بين ذكوره وانوثه، مفيش وطنيه، مفيش حاجه اسمها عدو دلوقتي. هو مش عارف عدوه مين، ده حقيقي، دي كارثه. وصاحبه مين. طيب هل الكلام ده صح؟ طيب انا هقول لك، انا في تربيتي الريفيه زمان ابويا كان راجل زملكاوي متعصب قوي، وانا عشان كده طلعت زملكاوي. بس لما كنا بنتفرج مثلا على ماتشات الاهلي بيلاعب دوله افريقيه او بيلاعب فريق من بلد تانية، كنا بنقعد نشجع الاهلي عشان ده بيمثل مصر. بالظبط، بيلعب طيب. في الاول. معلش انا لقيت تصريحات خلال الفتره او الكام سنه اللي فاتوا ومن مسؤولين رياضيين كبير يعني كبار جدا بينتموا لناديين سواء الاهلي سواء الزمالك، يقول لك لو الزمالك لاعب تل ابيب انا اشجع تل ابيب. ايه ده؟ صح. ده سيادتك راجل مسؤول. ونفس التصريح ده صدر من مسؤولين برضو ينتموا لنادي الزمالك. يعني انا عايز اقول يعني في بالانس. طيب فين الهويه بتاعتك؟ فين انتمائك لبلدك؟ طب انا عايز اقول لك، هل الموضوع ده في الانتماء، هل الموضوع ده تم كده بين يوم وليله؟ لا، ده على مراحل كبيره جدا. بقى دلوقتي اي فريق مثلا الزمالك مثلا بيلاعب فريق تاني مثلا افريقي او كده، هتلاقي كله بيشجع الفريق الافريقي وما بيشجعش الزمالك. تمام؟ ليه؟ لان هو قدر يضرب الانتماء، قدر يضرب الوطنيه، قدر يضرب اللغه، قدر يضرب الدين. الخطوره بقى ان احنا طلع لنا جيل جديد بلا هويه. بلا هويه. كارثه. هي دي الكارثه، وهي دي الطريقه اللي هيضعفوا بيها الشعوب وهيستولوا بيها على الشعوب. الحرب القادمه ليست حرب بدبابات ولا صواريخ، انما حرب بالاستيلاء على المواطن نفسه. صح صح، كارثه. فكل واحد فقد انتمائه بقول له انت مجند مجاني في جيش العدو. وده بيبقى عن طريق اعاده بس كذا نوع من انواع المحتوى للاولاد على المنصات كمان اللي هم بيفضلوها، يعني زي تيك توك. الولاد كلها دلوقتي قاعده، اكتر منصه الولاد قاعده عليها ايه؟ التيك توك. طيب كارثه كارثه. التيك توك احنا ده بنتكلم عن كارثة. هرمون اسمه هرمون الدوبامين. صح. او هرمون السعاده. ده بيفرز ايه؟ بيفرز ان انا بشوف فيديو قصير قوي بيخلص في كام ثانيه، اللي هو فيديو اقصى حاجه اللي هو ال 30 ثانيه، انا بحس بسعاده بعده. طيب كل المنصات دي مصممه الفيديوهات بتاعتها على انك ما تقدرش تسيب الموبايل، ان انت تقعد عليه اكتر فتره ممكنه، ان انت وصلك هرمون الدوبامين عن طريق السرعه ديت. طيب هل الطفل او المراهق اللي اتعود على افراز هرمون الدوبامين اللي قاعد 30 ثانيه على فيديو، هل ده هيقدر يذاكر لمده ساعه او يقعد قدام درس لمده ساعه؟ ما بقاش عندهم الخلق ده، عايزين يستقبلوا بس. خلاص انا اتعودت، مش عايز يشغل دماغه. اتعودت بتوصل لي المعلومه في 30 ثانيه، مش هستحمل انها توصل لي في ساعه. هما فعلا كتبوا ظاهره التعفن الدماغي للجيل ده. تمام. بسبب السوشيال ميديا ومسك الموبايل مده طويله جدا، ودي ظاهره عالميه مش بس عندنا احنا بس. يعني خلال الفتره اللي فاتت انا خلاص بدات ابني في عقليه الطفل وبطلع جيل جديد هش تماما، هش جدا، فكر تماما. بعدين لما بتقعد جنبهم تتفرج على الحاجات اللي هم بيتفرجوا عليها وبتضحكهم وبيحبوها، تلاقيها حاجات ما فيهاش اي نوع من المحتوى الهادف. كل واحد بيوصله الحاجات المتناسبه معاه اللي بيفضلها. يعني انا اتفرجت على فيديو مثلا بطريقه بيضحكني بطريقه معينه،
بتبدا المنصات تبعت لك حاجات مشابهه، فتلاقيك بتتفرج عليها مده اكبر. تبدا تبعت لك نوعيه تانية، هتلاقيك ما بتتفرجش عليها، مش هتجيلك تاني. بالظبط. هيجي لك نفس النوعيه اللي انت اللي انت بتتفرج عليها بتفضلها. عشان تقعد عليها مده كبيره. فيعني ده بالنسبه للسوشيال ميديا. اي بوست بيجي لك هيثير حافظتك، هيضايقك، هيثير اي غريزه من غريزه الغضب جواك، اعرف دول بقوا ان ده كتير. موجه ليك، معمول بطريقه معينه متناسبه معاك. في واحد ناقد على البلد، في صح. واحد بيشكك في مؤسسات البلد. هبدا واحده واحده ادي لك الحاجات اللي تعزز حاجه زي كده. هبدا ابعت لك فيديوهات مفبركه او فيديوهات حقيقيه تعزز حاجه زي كده. صح. هوصل معاك لكراهيه البلد. والناس ما عندهاش الوعي الكافي ان ده محتوى موجه. بالظبط. مع الاسف الشديد الناس ما عندهاش هذا النوع من انواع الوعي، ان ده محتوى موجه ليك لتغيير سلوكك. يعني انا عايز اقول لك يعني التحكم السلوكي في الاشخاص، يعني اظن الحادثه اللي انا ذكرتها كتير جدا، او فضيحه كامبريدج اناليتيكا، ازاي بالظبط. ازاي كارثه عالميه يعني. ازاي قدروا يتحكموا في الناخبين الامريكيين ويوجهوهم ناحيه مرشح معين عن طريق دراسه سلوكهم. وفي الاخر مارك زوكربيرج هو اللي اتحكم عليها. بالظبط. يعني مش اي حد تاني. لا بالظبط. واتقفل شركه كامبريدج اناليتيكا ومنع الرئيس التنفيذي من تولي يعني اداره اي شركات تانية. بس دي تديلنا مثل ان انا ممكن اوجهك، سواء توجيهك الشرائي لشراء منتج معين، او ممكن اوجهك طالما ان انا نجحت في توجيهك السياسي، يبقى انا هقدر بعد كده ان انا اوجهك تكون ناقد على البلد، ان انت تكون مشكك في مؤسسات البلد، تكون صح. جندي في جيش العدو ناحية البلد ديت. يبقى انا قدرت اجندك عشان تكون عدو لبلدك. فاعرف ان اي بوست موجه ليك معمول علشانك. وبعد كده هل بيتم التواصل مع ناس معينة بعد كده عشان يتم تجنيدهم فعلا من مؤسسات معينة؟ ما هو هل ده بيحصل فعلا؟ بيحصل طبعا. بيحصل طبعا. التجنيد زمان كان له طرق معينه، او التجنيد الارهابيين زمان كان له طرق معينه. التجنيد دلوقتي بقيت اشوف ده بوستاته متجهه فين. ده انا مقسم الشخصيات لخمس اقسام. بالظبط. ده ناقد على البلد، مش عاجبه حال البلد، ده يائس من حال البلد، مفيش حاجه هتتصلح، مفيش فايده، مفيش مش عارف ايه. فبعتبر ده الماده الخصبه بتاعتي، ببدا ابعت له حاجات باسلوب رقيق جدا، على شكل ادعيه دينيه، على شكل حاجات دينيه، على شكل بتاع. صح. بعد كده ببدا الحوار الديني الناس بتسيء استخدامه جدا. بالظبط. بالظبط. فده بيبقى الماده الخام بتاعتي. نفس الكلام ده مع الاطفال، حتى الالعاب الالكترونيه. انا عايزه ابتدي معاك في الالعاب الالكترونيه لان هي بتهم كل اسره وكل بيت. دلوقتي الالعاب الالكترونيه بقت كارثه، فيها توجيه سلوكي رهيب للاولاد، ان كان توجيه ديني خاطئ بطريقه غير مباشره، حاجات ليها علاقه بحاجات اخلاقيه زي السرقه مثلا، حاجات العاب على روبلوكس، اوكي، حاجات للعنف، اوكي، تمام. والولاد مدمنينها، في ادمان غير طبيعي. مهما اتكلمت معاهم وحاولت تفهمهم، هو وصلوا لمرحله من الادمان ان هم مش شايفين كلامك، مش شايفينه، هو ادمن اللعبه. كارثه. تمام. طيب انت ذكرت لفظ كده عاجبني جدا يعني، بس هنكمل فيه. طيب الاب يعرف ثمن الموبايل اللي شاريه لابنه، صح، لكن هل يعرف المحتوى اللي بيشوفه ابنه؟ لا طبعا. لا يعني طبعا. اكيد مش 100%. طيب لا، بنسبه 100% انت ما تعرفش ايه المحتوى اللي بيشوفه ابنك. صح. طيب انا بقول لكل اسره دلوقتي، ابنك بيقعد معاك قد ايه؟ احنا مش هاتهم، دول قاعدين على الموبايل على طول. طيب المعدل او الدراسه، اخر دراسه، ان الطفل بيقعد من 6 ل 8 ساعات على الموبايل. فالموبايل او السوشيال ميديا او الالعاب الالكترونيه تحولت، هي بقت الاب والام والمعلم. لسه كنت بقول كده الحلقه اللي فاتت، ان هي اللي بتربي العيال دلوقتي مش احنا. طيب انا بقول دلوقتي يعني تحول الموبايل الى الاب والام والمعلم. انا بقول
وهقول قول صادم لاي اسره: ابنك مدمن، ابنك زي مدمن الهيروين بالظبط. بالظبط، كارثه. بالظبط. طيب هتعمل ايه؟ نفس الهرمون اللي بيفرز مع تعاطي المخدرات هو نفس الهرمون اللي بيفرز، اللي هو هرمون الفرحة والنشوة والانتصار مع كل لعبة والإحساس بالانتصار بالظبط. في اللعبة الإلكترونية. فالهرمون هنا هو الهرمون هنا. ده حقيقي. أنا هقول لحضرتك بقى، طيب نجرب مدمن الهيروين فجأة اقطع عنه الهيروين، إيه اللي هيحصل له؟ هيتجنن. كارثه. طيب انت حضرتك دلوقتي تعالى بدون اي مقدمات وشيل الموبايل من ايد ابنك وهو بيلعب لعبه الكترونيه. صويت وصريخ. صويت وصريخ، وابنك هيكذب وهيرتكب كل حاجه بالزبط. انت مش متوقعها. بالزبط. نفس التصرف هنا هو تصرف المدمن. بالظبط. بالظبط. يبقى ابنك محتاج علاج. نعالجهم ازاي بقى؟ ده حاجه انا مقتنعه فعلا ان هم محتاجين. انا كده بحترمك على السؤال ده. نعالجهم ازاي؟ نعالجهم احنا على محتاجين فعلا نعرف ازاي، لان فعلا دي مشكله معظم، مش هقول ان ما كانش كل الاسر. فعلا احنا مش عارفين نعمل ايه. طيب انت دلوقتي قلنا لو شلنا الموبايل من ايد ابنك فجاه هيحصل انتكاسه. صح. نبدأ نحط قواعد للبيت واحدة واحدة، هنبدأها تدريجي، وكل إجراء بنعمله لازم البديل بتاعه. احنا بنتكلم دلوقتي على هرمون السعادة أو هرمون الدوبامين. طيب احنا لازم طالما أنا خدت منه الهرمون ده بإيدي اليمين لازم أديهوله بإيدي الشمال بطريقة بنشاط تاني. بنشاط تاني. في قواعد صارمة: ممنوع الموبايل يدخل معاك أوضة النوم. القاعده دي انا مطبقها عندي في بيتي، وانا والله بحاول ممنوع. بس بتقلب دراما. مفيش بقى يا جماعه، يا جماعه احنا بنتكلم دلوقتي ان احنا بنعالج مدمن. صح. بنعالج مدمن. ايوه. الطفل وصل للادمان. ليه بقى؟ هقول لك الادمان ده هيوصله لايه بعد كده عشان ما تتفاجئش. ايوه. طيب احنا وصلنا لمرحله دلوقتي ان احنا وفرنا دلوقتي عدد الساعات بالليل، يبقى احنا عالجنا بنسبه مثلا 30 40%. طيب يبقى لازم اديله فيه بعض الأنشطة البديلة، سواء نشاط رياضي، سواء نشاط فني، أي نشاط يحس معاه بإفراز هرمون الدوبامين بديل عن الموبايل. هبدأ أنا واحدة واحدة. الربع ساعة هتبقى نص ساعة، النص ساعة هتبقى ساعة. طيب بعد كده، طيب معلش واحنا قاعدين على الأكل ممنوع استخدام الموبايل. احنا وصلنا بقى إيه لمرحلة تانية. خلاص الولد هيستجيب. طيب حضرتك، لا انا ما بعرفش اكل غير وانا الموبايل بتفرج على حاجه. كارثه. لا حضرتك ما تاكلش، لازم يكون قلبنا جامد شويه. لا انا طيب احنا هنوصل لايه بقى بعد كده؟ طيب انت بتحمي ابنك. انا كان ليا مقال كده في احد الصفحات الالكترونيه: احذفوا الالعاب الالكترونيه قبل ان تدونوا اسماء ابنائكم على شواهد القبور. انت بتحمي ابنك. ايه اخطر الالعاب الالكترونيه اللي المفروض نخلي بالنا منها لو لقيناها على موبايلات اولادنا؟ طب احنا بدأنا زمان كان لعبة الحوت الأزرق، ودي كانت دي جرس الإنذار في انتحار وإيذاء أطفال دي كتير كانت جدا. جرس الإنذار بالنسبة لنا، اللي هي بدأت الطفل في تغذية الانتصار بالنسبة له. بالظبط. مشاهد الدم بالنسبة له بقت عادية جدا، مشاهد القتل بقت بالنسبة له عادية جدا، الانتحار بالنسبة له بقى جيم اوفر، وان انا هبدأ المحاولة من جديد. بدأ يدخل الطفل في تحديات تدريجية، وبيدي للطفل هرمون السعادة ونشوة الانتصار ان انت نفذت هذا التحدي. فكان ده كان جرس انذار للعالم كله. بدأنا بقى في روبلوكس. الكارثة الجديدة اللي بعض الأطفال بقى عندهم القدرة والذكاء إنهم يتحايلوا رغم منعها من الدولة. بالظبط. فالألعاب دي هتوصلنا لإيه؟ العنف بالنسبة له بقى شيء طبيعي جدا، منظر الدم بالنسبة له بقى شيء طبيعي جدا. شفنا جريمة الإسماعيلية وشفنا ما قبلها وما بعدها من جرائم عنف الأطفال مع بعضهم. ممكن نذكر سريعا جريمة الإسماعيلية للناس، عشان دي أنا كنت عايزة أسأل حضرتك عن حوادث إلكترونية حصلت في مصر. يعني جريمة الإسماعيلية اما يوصل طفل في عمر 13 سنة إنه يستدرج زميله ويقطعه بمنشار كهربائي، في إيه أبشع من كده؟ وده كان مطلوب منه في لعبة.
ايا كان كان تحدي يعني. ايا كان الطفل بالنسبه له منظر الدم ومنظر التقطيع ومنظر الحاجات دي عادي جدا، مش وده اتعلمها من الالعاب مش الالكترونيه. طبيعي فعلا، صح. يعني اقول لك انا قاعد جنب بنتي الصغيره مره في فيلم عربي كان بيتذاع، كان هو تقريبا على ما اتذكر احمد نوتردام. انا عايز اقول لك الفيلم فيه مناظر تقطيع ومنظر دم ومنظر حاجات، انا نفسي راجل كبير انا اتضايقت من منظر الدم. بالنسبه لطفله صغيره عماله تتفرج ومستمتعه بالفيلم جدا، فده جرس انذار بالنسبه لي طبعا. ده برضو بالنسبه ايوه لحضرتك. انا في مناظر ما بقدرش اشوفها بلاقيهم عادي. الطفل بالنسبه له حاجه عاديه جدا. عايز اقول ان احنا يعني زمان انا توقعت ان انا قلت هنشوف جرائم وحشيه من اطفال، بعدها حصلت جريمه الاسماعيليه. انا ما كنتش متوقع ان الجريمه تتم بهذه الوحشيه. انا ما زلت بقول دلوقتي ان احنا لسه الايام القادمه ستشهد جرائم اعنف من الاطفال، هنشهد جرائم اطفال اكثر عنفا، فانقذوا ابنائكم دلوقتي قبل ما تلاقي ابنك قاتل او ابنك مقتول. كمان هنشاهد الايام الجايه برضو عشان الناس ما تتخضش، هنشوف حالة انتحار كتير جدا. حالات انتحار اطفال ولا انتحار عامه؟ حالات انتحار جماعيه. جماعيه. هو فعلا موضوع الانتحار والاكتئاب بقى كتير قوي. هنشوف حالات. ليه بقى؟ لان بالنسبه له الانتحار مش هو نهايه المطاف، جيم اوفر وهيتم اعاده المحاوله. مش هو نهايه كل شيء. احنا يا جماعه دلوقتي احنا في مرحله ضرب الهويه بالكامل. فنبدا نسيطر على اولادنا، نقدر نسيطر على نبعد ولادنا شويه عن السوشيال ميديا، عايزه منك نصيحه اخيره للاسر وللمدارس لحمايه اطفالنا من الحاجات دي، ونصيحه تانية للجمهور عامه ازاي يبقى عندنا وعي مجتمعي باي محتوى موجه ممكن يبقى مزيف. طيب المحتوى المزيف، اعرف ان اي بوست او اي فيديو بيثير غريزتك الفضول او هيضايقك او هيسبب انتقادك للبلد او انتقادك للناس اللي حواليك او هيسبب الكراهية، اعرف ان البوست ده معمول ليك ومصمم بطريقة معينة عشان تثير حافظتك انت، لان شخصيتك مدروسة، فبعرف انا بدخل لك منين. فالناس لازم تراجع اي اشاعه او اي محتوى بتقراه وتعمل سيرش المحتوى ده صحيح ولا غير صحيح. اللي بيسمى الهندسه العكسيه، ان انا اعمل سيرش عليه. طيب ادي لنفسي فرصه 30 ثانيه بعد ما ابص على البوست، مش شير وخلاص. احيانا الشير ده بيوصل جريمه طبعا. يعني احيانا الشير ده بيقوم بانتشار الاكذوبه او الاشاعه بطريقه اسرع بكتير. بالظبط. يبقى ده بالنسبه للبوستات. طيب نصيحه أطفال. للمدارس بقى، لازم الوعي بالسوشيال ميديا لازم تبقى ماده تدرس في المدارس. انا شايفه كده. الالعاب ضرر الالعاب وضرر السوشيال ميديا لازم يبقى ماده تبقى جزء حتى من الكمبيوتر، كلاس الكمبيوتر اللي بياخدوه في المدارس. يعني انا بعالج ابني دلوقتي من الادمان. انا كنت بقعد 8 ساعات على الالعاب، ممكن اوصلهم ل5 ساعات ل4 ساعات ل3 ساعات. يبقى انا كده ناجح جدا. لازم مشاركه الابن. اقعد معه وهو بيلعب الالعاب ديت حتى لو انا متضايق منها. ايوه. انما ان انا اسيب ابني لوحده يشوف راجل بيتجوز راجل او بنت بتتجوز كارثة. بنت او كارثة. الكلام ده كله في مجموعه الالعاب، لا هي دي الكارثه. لازم ابدا اشاركه، لازم ابدا اقول له يعني ايه القيم، يعني ايه اللغه بتاعتنا، يعني ايه الدين بتاعنا، يعني صح. ايه لازم نرجع غلط. يبقى في دور للاسره بالوعي الديني والتربيه الدينيه داخل المنزل. بصراحه احنا في وقت في فتن كبيره جدا وانواع فتن مختلفه، احنا فعلا الاهل لازم يرجعوا يعملوا وعي ديني داخل الاسره للاطفال بصراحه. طيب انا هقول لك على حاجه، في كتاب من اعظم الكتب برضو اللي قريتها، كتاب جوزيف ميرفي، قوه العقل الباطن. احنا اتكلمنا عن العقل الباطن، قلنا ان هو بيستقبل كل حاجه بتمرت على حواسك الخمسه. ازاي ادرب العقل الباطن ان هو على حاجه معينه؟ التكرار، سلاح التكرار بالنسبه للطفل. الطفل بقى صح. ان انا اقعد اقول له السرقه حرام، اقولها له 100 مره واقولها له بكذا طريقه. اقول له هويتك الدينيه. يعني ايه؟ لازم نربي ولادنا على الحلال والحرام. طيب. زي ما احنا اتربينا بالظبط. بس انا اربيهم ازاي؟ وده حرام، مش عيب ومش عيب. اربيهم ازاي؟ ان انا هفضل اكرر، ما ازهقش من التكرار. صح. انت كأب هتفضل
تربي ابنك وتفضل تكرر له، الام هتكرر، هتعيد عليك، استمراريه، ما تزهقش من ما التكرار. تزهقش. صح، طول أنا ما معاك. انت بتكرر فانت ناجح مع ابنك. سياده اللواء اشرف عبد العزيز، انا سعيده جدا بالحلقه. مع الاسف الشديد انا عندنا كلام كتير جدا بس وقت الحلقه خلص. الكلام مع حضرتك ما يتشبعش منه ومش هيخلص. عندنا يعني توبكس كتير جدا كان نفسي نتكلم فيها. سعيده جدا بوجود حضرتك معايا، احنا استفدنا جدا بالحلقه دي ووجود حضرتك معانا، ويا رب يا رب الناس نوصل لاكبر عدد من الناس ونبقى ساعدنا في جزء من التوعيه للجمهور اللي بيتفرج علينا، ان كان اباء وامهات او ان كان افراد بيشوفوا محتوى، او نساعد نقلل من عمليات النصب الالكتروني اللي احنا اتكلمنا عليها. شكرا لوجود حضرتك معايا تاني. اشكرك مره تانية يا استاذه انجي، وشرف كبير وجودي معاك النهارده، وان شاء الله تتكرر لازم ونواصل برضو طبعا. سلسله التوعيه، وهنقول للناس حاجات النصب الجديده، هنحاول نسبق بخطوه ان شاء الله عشان ما حدش يتنصب عليه. ان شاء الله ان شاء الله. اشكرك مره تانية. اشكرك يا فندم، واستنونا في حكايه جديده من اصل الحكايه مع انجي مهران.